السلام عليكم ورحمة الله. عاملين ايه يا بنات؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. اعمل لكم مكياج يكون اول مرة نعمله، حاجة جديدة مختلفة علشان العيد نروج زي ما بيقولوا. اخدت الفكرة من لجين الضفيري في حلقة حلوة رمضان لما عملت لوك اصفر على اورنج، اختارته كده وقالت ان لازم نطلع عن القانون بتاع الالوان بتاعتنا الترابيه ديت اللي احنا دايما خلاص بقالنا سنين بنعمل نفس الالوان. تعالوا بقى بمناسبه الصيف وبمناسبه العيد احنا كمان نطلع عن التقليدي ونعمل فيديوهات غريبه شويه، او نعمل تكنيك جديد او لوكات جديده. كمان في الفيديو دوت هعرفكم نصايح كتير كويسه قوي لتطبيق الفاونديشن، بتديكي اللي هو الجلوي لوك او اللوك اللي بيكون بيلمع، يعني ازاي تخلي بشرتك كده نضره من غير اي من غير عنايه، يعني يبقى بالميك اب بس. فيا رب الفيديو يعجبكم يا بنات، وبس كده يلا بينا نتابع الفيديو. العدسه، جبت عدسه جديده عايزه اكلمكم عنها، بيلا اسمها فيولا جراي. العدسه تجنن في اللون بتاعها، سلام سلام. هوريكم اللون قد ايه حبيتها قوي. هسيب لكم طبعا تحت في صندوق الوصف انا جايبه العدسه منين. بغض النظر عن العدسه، البنت اللي بتبيع في منتهى الذوق والاخلاق بتوصل لك العدسه زي ما بتطلبيها ونفس اللون، بتعرفي توصلي لها بسهوله، بترد عليكي وبتكلمك كمان ايه اللي يناسبك وايه اللي ما يناسبكيش. شوفوا اللون. تعالوا نبدا كده الفاونديشن واوريكم الخطوات ازاي. اول حاجه انا عاملاها اني ماشيه تلجايه على بشرتي. التلجايه شدت لي وشي شويه، كان وشي من الحر عامل كده، ده كان شكلي فعملت التلجايه، كانت جميله جدا وحلوه، يعني ساعدتني ان وشي يتشد كده شويه. فالشده دي هتضايقك في الميك اب، فلازم ارطب وشي. بالنسبه للصيف ما بنصحش بترطيب الزيوت في الصيف زي الزيوت بتاعت فرسالي ولوريال والحاجات دي، لا بفضل الكريمات. الكريم اللي هستخدمه من كيو في، الكريم ده بيعمل ايه؟ الكريم ده بيرطب الوش كويس جدا، ما بيديش طبقه دهنيه على الوش، يعني ما بيخليش وشك مدهن، يعني ما بيعرضش المكياج انه يسيح، ده اللي بيعجبني فيه. وكمان كريم العين منه ممتاز، الاتنين جربتهم بس هم ترطيب فقط، يعني لا معالجه خطوط ولا تعديل في المسام ولا اي حاجه من دي، هو مجرد انه بيرطب البشره. اندر اي برايمر، ده كريم لتحت العين من إلف، رخيص وحلو وكمان ما فيهوش مواد مضره زي البرايمر بتاع إلف بالظبط. في اللوك ده الفاونديشن اللي كنت عايزه استخدمه هو الفاونديشن بتاع لوريال انفيليبل اللي هو برو جلو، بس بيدي افكت وحش في التصوير، بيدي فيه اس بي اف. يعني انا عماله ادور فين الاس بي اف اللي فيه، في اس بي اف 15، بس الاس بي اف عالي شويه، يعني بيدي شكل شويه عالي. فاحنا هنعمل ايه بقى؟ هدمجه بفاونديشن يكون غامق شويه اللي هو لوريال، اللي هو فلورمار اللي هو ده. هحطه، انا اوريكم بقى هدمج ازاي. هاخد شويه منه لان ده فيه لمعه، واللوك اللي انا عايزاه ايه اللي بقوله ده، واللوك اللي انا عايزاه يكون دوي، يعني فيه لمعه. اوكي، اقفل الفاونديشن عشان ما يبوظش الدنيا. وبعدين هاخد واحده بامب بس من فلورمار لان هي البامبايه بتاعته كبيره. بعد ما خدت الاتنين فاونديشن على بعض هوريكم هعمل ايه. هاخد مزيل مكياج اللي هو جارنيه، اللي هو ده، اللي هو ميه وزيت مع بعض، هرجه كويس واحط منه نقطه على الفاونديشن. استخدمي اللي هو بتاع لوريال برضو اللي بيكون فيه زيت مع ميه، تحفه تحفه الحركه دي يا بنات لو جربتوها. كانت في ميك اب ارتست خليجيه قايله عنها، مش فاكره هي مين خالص والله علشان اقول فكرتها، بس لما جربت الفكره عجبني جدا جدا
الفاونديشن على بشرتي. هدمج الفاونديشن، يكون فيه لمعه. هستخدم من ديور اللي هو جلو ميكسمايزر. ده نفس فكره البرايمر بتاع ديور، بس ده جلوي في لمعه. هوريه لكم، او ممكن تدمجيه مع الفاونديشن هيديكي شكل حلو قوي. بعد كده هحط الفاونديشن اللي انا عملته. الفاونديشن اتظبط لونه كده. انا بحب الفاونديشن يكون اغمق من بشرتي 3 درجات على الاقل، بالذات لما بكون بصور قدام كاميرا. عايزه اقول لكم اني يعني في الايام العاديه لو حطيت فاونديشن غامق كده، كل اللي يشوفني يقول لي مسمره نفسك ليه يا اسماء؟ ليه بتسمري نفسك؟ وبالذات ماما يعني بتتغاظ جدا من الموضوع ده، تبقى عايزه تتخانق معايا. مشكله هنا في مصر، يعني البيضه هي اللي حلوه. دي مشكله عندنا على فكره، يعني مشكله هنا. البخاخه بتاعتي علشان ابل بيها الاسبونشه من غير ما اقوم من مكاني. الاسبونشه اللي انا هستخدمها هي الاسبونشه بتاعت تريل تكنيك الجديده، عجباني بقالي فتره بستخدمها. شوفوا الفاونديشن فلورمار ده، يعني لما كنت بحطه لوحده كان بيبقى بشع بشع، ما كنتش بحطه لوحده ابدا، كنت جايباه مجرد للدمج بس، وكنت بقول مش هجيب منه تاني، بس كانت عجباني الدرجه بتاعته جدا. لكن بعد ما جربت الفكره بتاعت مزيل الميك اب اللي بحطه على الفاونديشن، ظبط لي الفاونديشن. نبهدل الحجاب براحتنا. انا شاريه البندانات دي مخصوص عشان اخد راحتي واغير فيهم وانا بعمل الفيديو. خلصت كده الفاونديشن. وشي ما كانش فيه غير حبايه واحده، مش مشكله، نحط عليها كونسيلر. وشفايفي مرطباها وحاطه لها روج عشان تطلع حمرا في الفيديو. بعد ما حطيت الفاونديشن دلوقتي وقت الكونسيلر. اول حاجه بسيطه من الفاونديشن هسيبها هنا شويه، لما الفاونديشن هينشف هيديكي تغطيه اعلى. حط في الاماكن دي ونسيبه هنا شويه. بعد كده هحط الكونسيلر فتني رقم 10، واللي دلوقتي بقيت مدمنه عليه اكتر بصراحه مع الخروج، برو لونج وير بتاع ماك، بسبب انه بيفضل قاعد على البشره. يعني حبيته، يعني بحب برضو فيت مي جدا، وبالنسبه لي رخيص جدا جنب ماك. هتحط ماك ايه؟ نحطه في المناسبات. انتوا علشان وحشتوني طلعت اتكلم معاكم كده، ما حبيتش اصور فيديو واقعد اسجل عليه الصوت. ويلا نجمج الكونسيلر. اليمه اللي فوق بقى المقرطصه دي تجنن، بتدخل. انا كان عندي دايما مكان هنا داخل لجوه كده، ما كانش بالطوله ابدا البيوتي بلندر، لكن ده الاسبونشه دي الوحيده اللي خلت انتوا فاهمين بقى. حط ماي فيفورت كونسيلر لوريال بيرفكت ماتش. ده احلى كونسيلر بعمل بيه هايلايت يا بنات، وعلشان انا بعملش كونتور خالص خالص خالص، حبيت الكونسيلر ده جدا. حطه هنا عشان اضوي الاماكن دي كلها. بقالي فتره المكان ده داخل عندي من جوه كده من الصيام، بحس اني ببقى غلبانه في الصيام. هحط في الاماكن دي عشان اعلي الشفايف. هحط اعلى الانف، على حاجه بسيطه هنا مش كتير.
التكنيك الاخير اللي انا بعمله في الميك اب بتاعي، وهو انتوا عارفين طبعا كلكم الكفر فيكس اللي طالع موضه جدا على السوشيال ميديا وكل الناس تستخدمه. ده مجرد انه هايلايتر لمعه كده سايله، بتاخديها بتحطيها في المكان وبعدين بتحطي عليها الاضاءه، فيقوم صواتين كده اللي هو واو الاضاءه بقت تحفه يا نهار ابيض وبتاع. لا، في بقى الكفر فيكس غالي شويه، هو يعني سعره عامل 800 وحاجه، 850 على ما اعتقد. طيب انا عايزه اوريكم الجلوي لوك تقدروا تعملوه ازاي من غير ما تستخدموا الكفر فيكس. بعد ما تحطي الفاونديشن زي ما انتم شايفين كده، قبل ما تثبتيه بالباودر خدي الهايلايتر بتاعك العادي جدا، اي كومباكت باودر، ده غالي جدا بلاش منه. تستخدمي اللي هو الالف العادي ده رخيص مفيش منه مشاكل، الاتنين هيدوكي نفس الافكت. تعالوا اوريكم انا بستخدمه ازاي. قبل ما اثبت الفاونديشن بالباودر، يعني انا وشي لسه كله كريمي وستيكي تمام، هقوم واخده الفرشه بتاعه الهايلايتر واقوم حاطه الهايلايتر دايركت على البشره، هيقوم مديكي اللمعه القويه جدا دي ومش هيتحرك من مكانه. شايفين شكله؟ بعدين هاخد اللون اللي على بينك شويه وادخله على الخدود. شايفين؟ من الاخر لو استخدمتي اي لمعه هيديكي نفس الافكت. تمام. هاخد تاني. ليه؟ لانه بيمسك في الفاونديشن، فانا قلت بدل ما نجيب كفر فيكس ونرجع نحطه فوق الفاونديشن والباودر وممكن يكلكع، لا طب ما احنا نحط الهايلايتر دايركت على الفاونديشن وبعدين نثبت بالباودر، شكله هيقل وهيبقى شكله احلى. ادمجه بس كويس، وبعدين احط شويه على الدقن شويه على الانف بس كده. لو حابه تحطي هنا حطي حاجه بسيطه. شايفين اللمعه بتاعته عامله ازاي؟ يعني بوم. هنعمل ايه بقى؟ والهايلايتر ده كمان قوي. طبعا هتخف اول ما تثبتيها بالباودر، ما تتخضيش وشك مش هيفضل كده، لا هتخف اول ما تثبتيها بالباودر. لو ما عندكيش الكفر فيكس نفسه اللي هو ده وحابه انك تستخدمي اضاءه كريميه، هاتي الاضاءه بتاعت ايسنس اللي هي زي كده او اللي هي بتاعت كالر بوب اللي زي كده وبس. هتجيبي نقطه زيت من بتاع لوريال وتحطيها على الهايلايتر وهتدمجيه، وبعدين هتلاقي الاضاءه بقت بالشكل ده نفس الكفر فيكس بالظبط. هو عباره عن زيت مدموج ب هايلايتر، اضاءه ناعمه جدا. فبكده تقدري تعملي اللوك بكل الطرق. تمام كده. بعد ما وتقدري تاخدي حته هايلايتر من دي ونقطه زيت وتدمجيهم مع الفاونديشن نفسه، فالفاونديشن كله يكون شكله صحي وجلوي كده. لو هو عندك مات وكان نفسك تغيري او تخلي فيه لمعه في بشرتك، تعالوا دلوقتي نثبت الكريم الاساس. بقالي فتره كبيره بستخدم الكومباكت باودر بتاعه ريميل لندن تحت العين. اكتر حاجه بتثبت لي الكونسيلر على مدار اليوم. دمجت الخطوط الاول وبعدين دخلت بالباودر. شايفين الباودر هتقلل لك من الاضاءه شويه. اكون خلصت كريم الاساس والكونسيلر وعملت كمان هايلايتر وبس كده. ويلا بينا بقى نعمل مكياج العيون وبعدين نرجع نكمل باقي البشره. الباليت بتاعت لوريال هاخد اول لون بفرشه سيجما للشادو واطبطب تحت الحاجب. البرايمر اللي انا هستخدمه هو ايسنس، لا غنى عن هذا البرايمر. هدمجه بصوابع ايدي لاني لما بدمجه بالبروش بيختفي، بيروح كله في الفرشه. انا مش عايزاه يروح.
احط البرايمر بس في المكان اللي هحط فيه اي شادو. كمان مش هحتاج اثبت البرايمر بباودر والكلام ده، لا. بقالي فتره مش بثبت البرايمر بالباودر لانه بصراحه ما بيخليش الاي شادو يمسك في العيون. الباليت اللي هستخدمها هي من كريولان. انا عملت منها لوك قبل كده بس كانت الالوان مختلفه، الالوان ديت هتكون احلى. تعالوا بقى اوريكم ايه اللون الانتقالي. اللون الانتقالي او الترانزيشن كالر هستخدمه اللون الاصفر المره دي، حاجه غريبه. وابتدي احط اللون الانتقالي على كسره العين، واللي عيونها مبطنه تطلع لفوق شويه وتعمل برضو نفس اللوك، ما ترحمش نفسها. فرشة الدمج اللي بستخدمها هي من بشاير جمعة B136. بعد ما اخدت اللون الاصفر كلون انتقالي هاخد اللون الاورنج اللي جنبه وانزل بيه تحت اللون الانتقالي على طول. شايفين اللون الاصفر لما بيتعامل مع اللون الاورنج شكله بيبقى حلو ازاي؟ عجبوني جدا. بعد كده هاخد باليت الاي شادو، الباليت التحفه من فوريفر 52 اللي شكلها بيكون كده يا بنات. الباليت دي ب 400 جنيه وممتازه ممتازه. البيجمنت بتاعها خيالي وعجبتني جدا، والوانها تحفه تحفه كلها، الالوان اللي انا بحبها عموما. كمان هي فيها عيب واحد بس، يعني واجب عليا اني اقوله لكم، ان هي ريحتها وحشه، ريحتها ريحه اي شادو سيء او اي شادو رخيص، فده بيقلقني منها لان بيبقى فيها مواد خط مضره او كده. بس يلا سبتها 3 ايام مفتوحه، الريحه مشيت منها، بس عموما الباليت ممتازه وانا بشتغل بيها بقالي شويه وحبيتها. هاخد اللون اللي ده التاني ده اللي هو يعتبر اورنج تقيل شويه او داخل على اورنج تقيل شويه، هحطه بس هنا في كسره العين عشان اغمق اللون شويه، اديله عمق. بالفرشه برضو بتاعت بشاير جمعه B142. لما اديت عمق للون عجبني اكتر، بس هوقف لحد كده وبعدين اشوف العين بقى محتاجه شغل تاني ولا لا. حلو كده كويس. بعد كده الخطوه اللي هعملها اني هاخد فرشه الكونسيلر، ونفس الكونسيلر اللي انا نضفت بيه تحت الحاجب، وهبتدي اعمل بيه، فاكرين الكات كريز؟ يعني هاخد نفس كأني هعمل كات كريز. فرشة تكون مبططة يا بنات ومتكونش تخينة. كمان بس كمان بعد كده هجيب نفس الفرشة بتاعة الدمج اللي كنت بشتغل بيها العادية اللي هي من بشاير جمعة رقمها B136، وابتدي ادمج اللون من الاخر، ادخله على الكونسيلر. شايفين؟ بعد كده هثبت اللون اللي قدام دوت كله بنفس الاضاءة بتاعت تحت الحاجب من الباليت بتاعت لوريال اللي هو الرقم 1 كده. وبعد كده اخد الفرشة وافضل ادمج. هاخد الفرشة بتاعت تحت العين، شايفين شكلها عامل ازاي؟ دي برضو من بشاير جمعة B112، وهدخل باللون الاورنج ونوع اللون اللي فوق على النظر
لازم كل ده وبعد كده البس مش هيكون كتير على اللون وبعدين نصفر عشان يكون في نفس الجوده اللي فوق بس بفرش فيها وبتعين وبيبقى معاك كده. بس وبكده اكون خلصت الشادو. دلوقتي وقت الايلاينر. فرشة الايلاينر من ميك اب فور ايفر. برضو انا فرش ميك اب فور ايفر ما كنتش جربتها قبل كده، ومن ساعه ما جربتها يا بنات وانا ماسكه فيها برسم الجفن اللي فوق كله بالكحل بالجيل لاينر فوق الخط بتاع العين، بس هدمجه يعني مش هخليه يكون محطوط كده ستريت، لا هدمج الخط ده. بشاير جمعة ب 11/2 ممتازة لدمج الكحل كده فوق العين. من ساعة ما جربتها عجبتني جدا. عايزة كمان يا بنات اقول لكم ان الايلاينر المدموج فوق العين ده يعني قاتل. احلى ايلاينر بعمله لما ادمجه فوق العين ما يكونش حاد كده. هاخد القلم الفاتح دوت او اي قلم فاتح عندك من اي براند بتحبيها، ده من فوريفر 52، وهكحل بيه عيوني من جوه من الطرف بس، يعني لحد منتصف العين كده، حاجه بسيطه شايفين من الطرف بس. وهبتدي اسحب اللون ده على بره شويه من اي براند. شايفين سحبت اللون بس على بره شويه. اخد الجيل لاينر وارسم عيني من قدام اكحلها عادي جدا. كحلت العيون من قدام، وبعد كده هنزل بالكحل على خط الرموش السفلي. يا رب يبان عندكم انا بتكلم في ايه. يعني الكحل بدايته كانت كده، وبعدين هنزل على تحت اللون الابيض اللي انت عملتيه. عشان يوسع العين طريقة برضو حلوة، وكأنك عاملة رسمة عيون حلوة. دخلت نزلت بالايلاينر على باقي العين من تحت، وبعدين هدمج اللون. هدمج بقى الكحل الاسود ده كله وبعد كده هاخد الرموش بتاعت بشاير جمعة رقمها اسمها بيبا، اللي هي دي. الرموش حلوة جدا جدا جدا، بعتتهم لي بشاير، وكمان عرفتني ان في مندوبة في مصر بقت تبيع رموش بشاير جمعة، وكمان بعتت لي الصمغ بتاع الرموش بتاعها. احلى حاجه فيه انه ينفع يومي، بيوقعش الرموش ابدا ابدا. سيب الرموش شويه تنشف، وبعدين اسم الرمش بيبا. وبسرعه اللون بتاع الرمش بيرجع شفاف تاني.
بتاعت كيد فون دي بتاعت الكونتور والبلاشر. في معظم الباليتات اللي فيها كونتور وبلاشر هتلاقوا فيها نفس الحاجات، يعني مش شرط دي. هاخد اللون اللي على اصفر شويه دوت وادمجه مع اللون الفاتح وانضف بيه الميك اب تحت العين. تعالوا اوريكم ازاي. بالسبونشه اللي بتكون فلات زي كده، وابتدي انضف تحت العين عشان المكياج يكون نظيف. وبعد كده هعمل كونتور خفيف للانف، مش جامد قوي، باللون اللي على الجراي اللي هو فاتح شويه ده. بس حاجه بسيطه، لان زي ما قلت لكم انفي مش بيتعمل لها كونتور تمام قوي. شيل الباودر من تحت العين. خلصنا الباودر، واللمعه لسه موجوده بتاعه الهايلايتر، خلاص هي اتثبتت مع الفاونديشن اللي تحت، استحاله هتمشي. وبعدين هاخد اللون الفاتح من الكيد فون دي وانزله هنا عشان اعرض الفك، بغض النظر عن ان الفك عريض لوحده، بس دي حاجه انا بحبها. وبعد كده هعمل كونتور باللونين دول. الباليت بتاعت كيد فون دي بتاعت الكونتور والهايلايت تجنن. هي تحت الشفايف عشان اخلي شفايفي عامله اسمه وضع ال كل حاجة مع بعضها. عايزين نرسم الشفايف شوية تكون بنفس اللون، مقارب لنفس اللون اللي فوق العين، فاوريكم ازاي حتى لو ما عندكيش نفس الالوان اللي فوق العين تعملي الروج ازاي. يلا اوريكم. هاخد اللون اللي على بني مدي على سنة اورنج، حاجة بسيطة، وبعد كده هاخد الالوان بتاعت الشادو اللي انا استخدمتها الاولانيه اللي هي من كريولان، وابتدي اطبطب على الروج بنفس الالوان بتاعت الشادو. هاخد الشادو اللي لونه اورنج وابتدي احطه على كل الروج. شايفين؟ بعد ما حطيت اللون الاورنج هاخد شويه من اللون الاصفر واحطه في نص الشفايف. هيبقى الشبه اللي فوق العين كويس كده. اكون خلصت المكياج، اغير حجابي وارجع لكم تاني. غيرت حجابي ولبسته كمان باللون الاورنج عشان يدي بهجه اكتر للميك اب، ونسيت احط بلاشر وبرده هحطه من نفس اللون، مش هغلب نفسي وادور، هحطه من نفس الباليت. كله. وكمان فضلت اللمعه بتاعت اللمعه بتاعت الهايلايتر لسه موجوده على وشي لسه الهايلايتر لسه موجوده برضو على وشي، ما اختفتش خالص. اللوك ده يليق معاه على فكره الاكسسوارز الذهبي. اكون خلصت اللوك، يا رب يكون عجبكم. حتى لو الفيديو طلع بايظ برضو هنزله لاني تعبت جدا في تصويره. بس كده ما تنسوش تجربوا اللوك وتقولوا لي عرفتوا تعملوه بسهوله ولا لا.
بس كده يا بنات، ما تنسوش تعملوا لي شير ولايك وسبسكرايب، وكمان اي بنت عايزه تبقى معايا ال 24 ساعه ما تنسيش تعملي لي فولو على الانستجرام بتاعي اللي هيظهر قدامكم على الشاشه. وما تنسوش نتيجه المسابقه ان شاء الله هتبان بعد العيد مباشره. يا رب تكون يعني البنات بجد اللي محتاجه الهديه تكسبها، وان شاء الله هعمل هدايا تاني اكتر واكتر علشان اعرف ارضي الكل. وبس كده يا بنات، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كل سنه وانتم طيبين.